اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنية سلامة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. حبيت اشارك معاكم تاني فيديو من فيديوهات وجبات الخير. بصراحة لما نزلته اول مرة معاكم الاسبوع اللي فات لقى تفاعل وتعليقات كتير جدا، يمكن من اكتر الفيديوهات اللي جابت مشاهدات على القناة. حبيت اشارك معاكم التجربة تاني باوردر جديد من وجبات الخير. عملنا النهاردة اصناف مختلفة حلوة ومحببة عند الكل، وطالما محببة عند الكل حبيت اللي انا اختارها من ضمن اصناف الاطعام. بس قبل ما نبدأ الفيديو احب افكركم انا امنية ودي قناتي، ولو دي اول مرة بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. حلة سخنة مولعة، ربع كوباية زيت، وبدأنا اول صنف. ونزلت بكمية اللحمة بتاعتي كلها، رشة فلفل اسود، كم ورقة لوري، عود قرفة، ومش هحط اكتر من كده. هديها تقليبه كده لحد ما لونها كله يغير وتبقى باللون الرمادي او اللون البني اللي هو خلاص اتشمعت. هوطي عليها النار وهسيبها هتجيب كل ميتها زي ما انتم شايفين. انا ما حطيت لهاش اي سوائل نهائي اكتر من البهارات، الفلفل الاسود وبهارات اللحمه وعود القرفه. هنسيبها على نار هاديه كده تستوي مع نفسها. حله فاضيه من غير اي حاجه، نزلت بكميه السجق اللي عندي، رشه كده من الفلفل الاسود، وظبطت الملح، كم ورقه لوري، وحطيت حوالي نص كوبايه من الميه على نار عاليه ياخد غلوه، وبعد كده وطيت عليه لحد ما يشرب ميته. جبت ربع كيلو من الفول الصويا، ده بيكون شكله شبه اللحمة المفرومة بس بيكون لونه فاتح شوية. غسلته وهنقعه في مية مغلية حوالي ربع ساعة لحد ما يطرى ويبقى شبه اللحمة، اقدر اقطعه بايدي بكل سهولة. هاخده اصفيه كويس جدا ما يبقاش فيه نقطة مية. وعلى الكبة حطيت له شوية فلفل اسود، وحطيت له شوية من بهارات اللحمة علشان يبقى ليه ريحة حلوة. في الكبة كده عجنته زي ما انتوا شايفين، انا عايزاه بنفس الشكل ده. جبت 2 كيلو من اللحمة المفرومة، حطيت عليهم ربع كيلو الفول الصويا المنقوع والمصفي والمفروم، كيس من البيكنج باودر، بصلتين كبار مع كام قرن فلفل اخضر مصفيين كويس جدا، حطيت فلفل اسود، وحطيت كمان كيس سمنة علشان اعوض الدهون اللي في اللحمة لان اللحمة كانت حمرة. واخر حاجة ضفتها معلقتين كبار من النشا، او ممكن كمان 3 معالق من النشا على الكمية دي كلها. وحطيت حوالي نص كوباية من بهارات الكفتة المشوية اللي دلوقتي موجودة عند كل العطارين. البهارات بتكون حادقة ودوقيها، انا ما استخدمتش ملح خالص في الكفتة واستكفيت بالملح اللي في البهارات. يلا نعمل الطحينة عقبال ما الكفتة بتاعتنا تتشمع نص ساعة في التلاجة. حطيت ربع كيلو من الطحينة، حطيت عليهم معلقتين كبار من الدقيق علشان ترمي معانا، وطبعا الدقيق اساسي من مكونات الطحينه، يعني انا ما حطيتش حاجه غريبه. حطيت كوبايتين من الميه المغليه، واخر حاجه ضفت ربع كوبايه من الخل المغلي. جربي انك تغلي الخل هيفرق جدا. طب فين البهارات؟ انت ممكن تحطي ملح وفلفل وكمون، انا استبعدت كل ده وحطيت برضو بهارات من بتاعة الطحينة الجاهزة، برضو بتتباع عند العطار. السجق شرب ميته كده وتشوح فيها. نرجع نجيب مية البصل والفلفل اللي احنا كنا صفيناها للكفتة، حطيت عليها ملح وفلفل، معلقة كاتشب او صلصة او طماطمايه مبشورة، وحبة زيت صغيرين. الكفته بتاعتنا او اللحمه المفرومه بتاعتنا اتشمعت. صاج مفروش ورقه زبده، دهنته دهنه زيت حلوه عشان يوفر علينا كمان الغسيل. الصاج طبعا بيحتاج يتغسل برضو لما بنشيل الورقه، بس ما بيكونش محروق قوي زي ما بنكون خابزين فيه الكفته على طول. على سيخ كده هاخد قطعه لحمه ابصمها كويس كده والفها في ايدي حلو عشان تبقى كلها مشمعه، وعلى السيخ هصبع. ونخلي بالنا ما نتخنش الصابع قوي لان البيكنج باودر اللي احنا حاطينه وفول الصويا والنشا بيخلي الصابع بتاعنا يرجع يرد شويه وينفش عشان ما تبقاش تخينه قوي. شايفين ما شاء الله 2 كيلو مفروم عمل معانا كميه قد ايه؟ عمل معانا حوالي 60 او 70 صابع كفته محترم وكبير جوسي، وطعمه في منتهى الجمال. فول الصويا ادى اضافه حلوه. طبعا احنا عارفين برضو ان هو بيخش مع اللحوم كلها اللي احنا بنجيبها، والحاجة اللي احنا قلقانين منها لما نستخدم منها كمية قليلة على فترات ما بيكونش فيها ضرر. هنا يعني انا قصدت ان انا استخدم الفول بدل ما احط صابعين في الوجبه، انا احط 3 بنفس الطعم ونفس القيمه الغذائيه وكل حاجه.
فدخنت فحمتين كده على البوتاجاز ولعهم، حطيتهم في طبق وعليهم شويه زيت وغطيت الكفته. نرجع نبص على اللحمه بتاعتنا، خلاص شربت السوائل بتاعتها وبدات تشكشك. ضفت لها معلقه كبيره من بهارات اللحمه المشويه وظبطت الملح برضو. هنا كنت برضو مولعه فحميتين، بما ان الوجبه ميكس الجريل كلها مشويات يبقى كله هيبقى متدخن وطعم الفحم فيه. هنا السجق شرب ميته وتشوح في الدهون بتاعته، انا ما حطيتلوش اي دهون غير نص كوبايه الميه وحبه الملح والفلفل. هنا الكفته بتاعتنا مشويه وروعه، وادي اللحمه بتاعتنا عايزه بس لقمه كده وحبه طحينه ومش هتقول لا. ظبطت الاطباق اللي انا هقدم فيها وفرشت في كل طبق كده رغيفين وعليهم فرشه كده من الجرجير حلو جدا مع المشويات، وبدات اوزع اللحوم بتاعتي لكل وجبه، 70 سجق، 3 كفته، وقطعتين من اللحمه. وجبه جميله ومشبعه ونادر ان هي تطلع، علشان كده فكرنا فيها المره دي. الحاجه المحبوبه هي الاولى ان هي تتقدم للناس اللي احنا محتاجينهم. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه باي حاجه.